عمرك فكرتي وسولتي راسك شنو هو هدفي في هذه الحياة؟ شنو هي رسالتي على هذه الأرض؟ شنو هو الأثر اللي غنخلي في هذه الحياة؟ إلى عمرك فكرتي في هذه الأسئلة فمرحبا بك في هذا الفيديو. في هذا الفيديو غادي نتكلم على شي حوايج كلنا بحاجة أننا نفكروا فيهم، واللي هما كيفاش تخطط لحياتك، وكيفاش تكتشف رسالتك الحقيقية، وكيفاش تخليها تساهم في المجتمع. إلا بغيتي تبدأ هذه الرحلة تابع هذا الفيديو حتى الأخير، لأن هذا الفيديو عامر معلومات وخطوات بسيطة اللي غتخليك تبدأ تغير حياتك ابتداء من اليوم. اليوم اللي عايش بلا هدف بحال اللي راكب سفينة بلا قبطان، الأمواج مرة تاخدو جهة اليمين مرة تاخدو جهة الشمال، ما عندوش وجهة واضحة. الأحداث والظروف اللي كيعيشها هي اللي كتحكم في حياته. داكشي علاش تخطيط لحياتك هو ضروري، لأنه بدون وجهة واضحة وخطوة واضحة حياتك ووقتك وطاقتك غادي تضيع في أشياء عشوائية ما عمرها غادي توصلك لشي حاجة حقيقية. الدراسات كتأكد أنه الأشخاص الناجحين في حياتهم عندهم خطة واضحة، كيف ما كيقول الدكتور صلاح الراشد. عقل الباطن للإنسان دائما في مرحلة بحث، هو دائما كيبحث، ديما كيقلب. فإلى الشخص ما عندوش خطة واضحة، ما عندوش رسالة واضحة، فعقله الباطن ديما غيقلب على أشياء عشوائية. داكشي علاش كيخلي الإنسان غير كيفكر، مرة معصب، مرة فرحان، مرة ما عارفش شنو باغي في هذه الحياة. اما ملي كيكون عند الشخص خطه واضحه غادي يقلب على طريقه اللي غادي تحقق ليه هذوك الاهداف. كاينين بزاف الناس عايشين حياتهم وهما موضرين. كلنا سمعنا على ناس اغنياء عندهم كل شيء، الرفاهيه والمتعه، ولكن اغلبهم انتحر، والسبب هو انهم ما عارفين شنو بغاو، ما عندهمش رساله واضحه في الحياه. حياتهم ما عندها حتى شي طعم، وما عندها حتى شي معنى. وهنا السؤال، كيفاش نقدر نخطط لحياتي؟ قبل من هذا الشيء كامل خاصك تعرف شنو هي رسالة الحقيقية على هذه الأرض. شنو هي الرسالة؟ الرسالة هي الهدف الأسمى اللي خلقيتي على قبلها، لأنه ربي سبحانه وتعالى خلقنا لواحد الحكمة عظيمة، واللي هي الأعمال بالأرض. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه الآية كتبين أن نحن خلفاء الله عز وجل على الأرض، وهذا الشيء كيشمل كل جوانب الحياة، التعلم والتعليم والإبداع إلى آخره. داكشي علاش واجب على كل شخص يقلب باش يكتشف رسالته الحقيقية، ويحط أهداف ويخطط لحياته باش يساهم بغناء المجتمع، الطريقة اللي كترضي الله عز وجل.